من تاريخ اليوم كان هذا الحي يشبه عددا من أحياء مدينة البيضاء الغارقة في الأزبال، لكن ساكنة حي السعادة 2 زنقة 30 بالحي المحمدي قرروا أن يضعوا اليد في اليد ويتحملوا مسؤولية نظافة حيهم دون الاعتماد على الغير، حتى غدوا مثالا يحتذى به. قمنا بواحد الحمله في الزنقه، من هنا من الزنقه ديالنا من هنا حتى لتحت في الزنقه كامله، وقمنا بحمله ديال توزيع الاكياس البلاستيكيه على الساكنه باش يجمعوا الازبال ديالهم، ووعيناهم فين خصهم يتحطوا وفين خصهم يتلاحوا. وبقات المسائل بقات نقيه حتى لهاد الساعه. غدا الامور بخير وعلى خير. بغينا كاع الناس يديروا بحالنا، وكاع الناس يكونوا مزيانين، وكاع تكون احياء الدار البيضاء كامله والاصدقاء ديالها كامله تكون بحال هاد الدرب، ماشي غير هاد الدرب. حنا بغينا من هاد الدرب تنطلق وكاع الناس يشوفونا ويديروا بحالنا، ماشي بغينا غير حنا اللي بوحدنا نكونوا بحال هكا. من مالهم الخاص وبمبادرة فردية قاموا باقتناء أغراس لتزيين الحي ومعدات للنظافة والكنس، حتى أضحت حركة التنظيف هذه عادة يومية يمارسها الكبير والصغير، منطلقين من حسهم بالمسؤولية تجاه حيهم السكني. جمعنا ودرنا مبالغ من مالنا الخاص، تفارضنا في الصباغة في السلل، جبنا الشجر جبنا التراب. حنا عندنا خدمة ديالنا تنمشيو، وكاين الشباب اللي كاين من ورانا صواتي يحضي الدرب بعينيه، والناس الكبار والساكنه كلشي راد البال. كنفيق الصباح كتبارك حومه زوينه نقيه، زعما هادشي ديال الشجر اللي داروا، هادشي ديال زعما داكشي مزيان. كل ليله بحال اللي كيتعذبوا ولاد دربنا كينوضوا في الليل حنا ناعسين هما كيشطبوا وكيتعذبوا على هادشي، وانا كنفضلهم على هادشي اللي كيديروا. هذه الحركه البسيطه ان تكررت تحمي الحي من تكدس الازبال والنفايات، ثقافة غرست في نفوس الصغار على الكبار في أماكن أخرى تصلهم العدوى. اللي كان في شي مرشي يجمع حوت ولا باع الحوت يبيع الروس، يجمع الروس يجمع الزبل. الخضارة كذلك يبيعوا الخضرة ويجمعوا الزبل باش تلقى بلادنا زينة.